ممكن اعرف اسم حضرتك؟ انا اسمي جيان وجدي. استاذ جان، انت ليه نازل النهارده؟ نازل عشان نتصور عشان مصر. ايوه بس خلاص كان في اوريدي مظاهرات يوم 25 يناير ويوم 28 يناير ودي عملت اللي احنا عايزينه كله يعني. وفي ثورة الغضب الثانية، حضرتك حاسس ان في اي حاجة اتغيرت في البلد؟ بصراحه لا. طيب يبقى لازم ايه؟ الثورة مش يوم واحد ولا ساعة ولا شهر ولا سنة كمان، ممكن تبقى أكتر من كده بكتير. طيب الناس اللي بتقول ان اللي في البلطجية سوري، الناس اللي بتقول ان اللي في الميدان دول بلطجية. أنا بلطجي، يبقى أنا بلطجي، أنا فلوس، أنا فيل. لا طبعا أي حد بيتكلم بيقول أي حاجة لازم ينزل يشوف بعينيه، مفيش لا بلطجية ولا في أي حاجة. تمام، شكرا يا فندم. تحت أمرك. لو سمحت ممكن اتعرف بحضرتك؟ مريان. استاذة مريان، حضرتك ليه نازلة النهارده الميدان يوم 8/7؟ لان الثوره لسه ما خلصتش، واحنا نازلين نقول ان الثوره اولا احنا شايفين ان مفيش اي مطلب من مطالب الثوره، بس 90% من المطالب ما اتحققتش، فانا نازله اقول الثوره اولا دي مطالب الثوره. طيب بس يعني احنا المفروض ندي البلد فرصة ان هي تهدى علشان خاطر نقدر نحقق المطالب دي. لو حاسه ان في خطوات تجاه ان المطالب بتتحقق اوكي خدوا وقتكم، بس انا حاسه ان في تراجع لورا. يعني مثلا اللي قتلوا الثوار بياخدوا براءه، بيصدقوا على الحكم بتاع البراءه بتاعهم. ازاي اهالي الشهداء بيتهزقوا بيتبهدلوا بيتهانوا؟ ازاي برضه التسجيل بيطلعوا بره زي بطرس غالي وزي الناس اللي لسه واخده براءه؟ فبأي حق تقول لي ان اديهم فرصه؟ هم خدوا فرصه وما عملوش حاجه. طيب تقولي ايه للناس اللي بيقولوا ان اللي في الميدان دلوقتي هم بلطجية مش شباب 25 يناير؟ شايفين ان لهم مظهر بلطجيه؟ ما اعتقدش. لا ده مش بلطجية خالص، دول ناس زي الفل يعني. واحد لابس فليلة اسماعيلي كمان يعني. انتوا شايفين ان احنا بلطجيه؟ شوفوا واحكموا، ما تصدقش الكلام اللي بيتقال. شوف واحكم، انزل الميدان وبص واحكم، لكن ما تصدقش الكلام اللي بيتقال حتى من الاعلام. انت حاسه ان المجلس العسكري فعلا بيحمي مبارك؟ ليه بقى؟ انت ليه حاسه الاحساس ده؟ رخاوة المحاكمة، ويعني دي اكتر حاجة بتخليني اقول ان هو بيحميه. مبارك قاعد في منتجع في شرم الشيخ 5 نجوم، مفيش اي خطوات اتخذت تجاه محاكمته، والتهم قوية جدا، التهم ثابتة جدا. طب فين؟ عايزين اي خطوة، عايزين نحس اي خطوة الناس تحسها تجاه المحاكمة. مش شايفة اي حاجة. شكرا يا فندم، الف شكر لحضرتك. قولي بقى القناة.